هتقوله بحدة أنا زعلان منك، هيقولك ماشي، ما أنا كمان زعلان منك. الآباء من غير ما ياخدوا بالهم وبسبب ضغط الحياة والأولاد عليهم بيتحولوا لأشخاص ناقدين أغلب الوقت، إن ما كانش كل الوقت. فده بيخلي أولادهم حساسين جدا تجاه أي نقد من أهلهم، بل ممكن يكونوا متحفزين جدا ليهم، لأن كتر نقد الأهل بالأخص لما يستخدموا جمل قوية زي أهي الحاجة دي بتخليني مش طايقة، أو جملة زي أنا ما بقتش قادرة استحملك ارحمني شوية، أو أنت زهقتني. كل الجمل والتعبيرات دي بتبقى أكبر من قدرة الأولاد على التحمل، وعشان كده بيبقوا حساسين ومتحفزين جدا لأهلهم. أولادنا بيبقوا مستنيين مننا التقبل، إننا نقبلهم بكل حالاتهم، حتى لو غلطوا بيبقوا مستنيين مننا إننا نفهمهم ونتقبلهم، نفهمهم بهدوء توقعاتنا منهم إيه، لأنهم ما بيكونوش فاهمين إيه اللي في دماغنا ومتوقعينه منهم بالظبط. وهنا يجي دورنا في توضيح توقعنا منهم. فمثلا هنقول لهم أنا متضايق إن أنت ما عملتش الواجب لغاية دلوقتي، أنا متوقع منك إنك تكون مسؤول عن واجباتك، فتعمل واجباتك من الساعة 4 لغاية الساعة 6، وأنا هعمل واجبات البيت في نفس الوقت ده، وبعد ما نخلص أنا وإنت هصحح لك ونقعد نرتاح سوا. وبكده انت بدل ما تهدر طاقتك في نقدهم هتحاول تحول الطاقة دي في انك توضح لهم التصرف اللي ضايقك وايه اللي انت متوقعه منهم بالظبط بعد كده. وبكده انت بقيت في اول الطريق لتربية ابن سوي. اشوفكم على خير الحلقة الجاية.